في معنى لطيف قوي جه في ذهني وحضرتك بتقول هذا الحديث اللي هو قضاء حوائج الايه؟ حوائج الناس. بعض الناس ممكن ينفق، ممكن يعطي، نعم. ممكن يساعد وهكذا يعني، بس ما يلاقيش رد فعل ايجابي من اللي اعطاه او من اللي تعاون معاه او من اللي احسن. ايوه، عايز اقول هنا للمشاهد الكريم حاجه جميله قوي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم. لازم نركز قوي في الآية دي، لأن الآية ديت قانون إلهي يسري في العقول قبل أن يسري في الواقع. نعم. القانون الإلهي دوت بيعزز عندك حاجة اسمها الثقة في الله، الطمأنينة، اليقين، الطموح فيما عند الله سبحانه وتعالى. ياه، ليه؟ هو القانون ده بيقول إيه؟ القانون ده بيقول لحضرتك: الإحسان لا يضيع أبدا. قد يضيع عند الناس لكن لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. طيب ليه قد يضيع عند الناس؟ لأن ممكن حضرتك تعطي غيرك لكن يقابل هذا العطاء بالنكران. نعم. ممكن تحسن إلى غيرك لكن يقابل هذا الإحسان بالجحود. عدم التقدير. ممكن تساعد غيرك لكن هذه المساعدة تقابل بالجفاء وهكذا. ده في عالم الناس. لما تحسن إلى أحد خلي بال حضرتك أنت لا تتعامل مع الناس، صح. ولكن تتعامل مع رب الناس. يعني إيه؟ يعني الذي يتولى رد الإحسان إليك هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. فما تزعلش بقى وما تنزعجش، ده أنا اديت لفلان، ده أنا ساعدت فلان. في ناس بتقابل ذلك بالاعتراف، اعتراف بالفضل يعني، وفي ناس بتنكر جفاء. ما تزعلش، ما تنزعجش. ده ربنا بيقول لحضرتك: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني هل يليق بكرم الله سبحانه وتعالى أن يرى منك إحسانا ثم لا يرد لك هذا الإحسان؟ طب هو لما ربنا يرد لي الإحسان هيرده كده رد اعتباري؟ لا، ده سوف يرد الله إليك الإحسان بما هو أعظم وأبقى وأصفى وأسمى وأرقى. صح ولا إيه؟ الكريم إذا أعطى يعطي عطاء يناسب عز جلاله سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا: هل يليق بكرم الله أن يجد منك إحسانا ولا يرد هذا الإحسان؟ خد الإحسان هنا بمقاييس ربنا سبحانه وتعالى. بس خلي بالك، مش هيجي لك في صورة مادية تراها. إحسان ربنا سبحانه وتعالى هيجي لك في صورة إيه؟ في صورة هيئة، في صورة أثر. يعني أن يرفع الله عنك ابتلاء أنت لم تره، أن ينير بصيرتك لطريق أنت لم تسعى إليه، أن يرزقك طمأنينة في القلب المضطرب إذا كان مضطربا، أن يرزقك سكينة في الروح إذا أنهكها القلق. أنت متخيل المعنى عظيم إزاي؟ هو ده بقى إحسان ربنا سبحانه وتعالى. فما تقلقش وما تنزعجش، ويخليك في استخدامك لنعم ربنا سبحانه وتعالى. لازم يبقى عندك 3 حاجات. رقم 1: إزاي يستقبل النعمة؟ بشكر ربنا سبحانه وتعالى. طب يا ترى الشكر ده باللسان فقط؟ لا، ده احنا عايزين لسان وإيه؟ يعني قول وإيه؟ وعمل. رقم 2 بقى اللي هو العمل، استخدام النعمة. هتستخدمها في إيه؟ فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. رقم 3 إنك تستحي من هذه النعمة. يعني ايه استحي من هذه النعمة؟ يعني ما تستخدمهاش فيما لا يرضي، أو تستخدمها فيما لا يرضي إيه؟ فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يبقى استقبل النعمة بالشكر، استخدم النعمة فيما يرضي الله، استحي من هذه النعمة أن تستخدمها فيما لا يرضي الله. ال3 حاجات دولت من أسباب الحفاظ على النعم.